النور ادرينالين، صح؟ النور ادرينالين، ومين كمان؟ والسيروتونين، ومين كمان؟ والدوبامين، صح؟ طيب احنا قلنا ان النور ادرينالين والسيروتونين دول الاساسيين بالنسبه للايموشن، والدوبامين طبعا، بس الاكتر الدومين لمين؟ الاتنين دول. ايه علاقه الموضوع ده بالحب؟ او ليه قوي فوكس على الحب؟ عشان ده فعلا تلاقي روايات بتتكلم عن الحب، مسلسلات، افلام، كل حاجه، في حين ان هم ما قالوش ان الحب ده ما هو الا نيورو ترانسميتر. الحب ما هو الا ايه؟ نيورو ترانسميتر، نقل عصبي. ازاي؟ وليكن في حد هيحب حد من غير ما يشوفه؟ لا طبعا. من غير ما يسمع عنه؟ لا. يبقى لازم يكون في كوجنيشن، في ادراك، وليكن في ادراك للشخص ده، فتبدا الايموشن دي ايه؟ تظهر. لما الايموشن تظهر هتبدا مع وجود الشخص ده نتيجه فعل كويس عمله او مظهر في اتراكشن، انجذاب، هتلاقي ان الهرمونات دي بدات ايه؟ تزيد. الهرمونات دي لما تزيد اذا بقى في احساس بالايه؟ بالسعاده. الشخص ده هيبدا يختفي، الهرمونات دي هتقل، هيبدا في احساس بايه؟ بالحزن. يبقى الشخصيه او الشخص اللي بيمر بالمرحله دي ربط الهرمونات دي بالشخص، وجوده يعمل سعاده، غيابه يعمل ايه؟ يعمل حزن. طيب دلوقتي وليكن حصل اتراكشن وبقى فيه انجذاب، شويه شويه كلام، شويه شويه بقى فيه اقتراب، بقى فيه ريليشن. كل مره هتوصل للهدف بتاعك هتحس بالايه؟ بالسعاده دي، او الهرمونات هتطلع. ولكن اول ما توصل للهدف هتلاقي الهرمونات واخده ايه؟ واخده ثبات، بقت ثابته. تمام؟ وليكن حصل زواج ان شاء الله، يعني لو حصل مارج او الشخص ده تزوج، الهرمونات دي تبقى ايه؟ مستقره. نفس الهابنس الاولانيه لا، ما بتحصلش، لان الهرمونات ما بقتش بتزيد لوجود الشخص وما بقتش تقل بغيابه، الشخص موجود معاك، فالهرمونات واخده ايه؟ واخده مصدر ثابت. طيب ايه اللي ممكن يخلي الهرمونات دي تقل؟ هي الهرمونات ما بتقلش بوجود الشخص، ولكن الهرمونات ممكن تقل لو حصل بقى افعال ذات نفسها تخلي الفعل ده او تخلي الهرمونات دي تقل. طب ايه اللي بيخلي اللوف او الحب بيقل بعد الزواج؟ هو ما بيقلش، احنا قلنا ان هي هرمونات بتبقى خدت مستوى ثابت مع وجود الشخص، فيبدا مش هيبقى فيه فتور بقى، لا، هيبقى فيه حاجه كده ثابته، مش هيبقى فيه الميسنج، الاشتياق، لان الشخص موجود اصلا. مش هيبقى فيه التعب والايموشن اللي كانت موجوده قبل كده، لان الشخص بالفعل موجود. غير كده ان هي ايه؟ نيورو ترانسميتر، نواقل عصبيه تفضل ثابته. انت بقى عايز تحس بنفس الاحساس اللي موجود في الخطوبه، لا حضرتك كده مثلا ممكن يحصل زعل، الاتنين ينفصلوا عن بعض، يبدا الشخص ده يغيب، الهرمونات تبدا تقل، يحصل اكتئاب، يرجع، وكذلك. عشان كده بيقول المشاكل ايه؟ الملح بتاع الزواج. طيب لو احنا جينا فكرنا بالظبط، يعني الشخص ده سبحان الله ربنا قال ايه؟ وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ما قالش جعلنا بينكم حب، لان الحب هو ايه؟ مواد كيميائية بتتحرك بتتغير، وبعد الزواج بتبقى ثابتة. نفس المشاعر اللي كانت موجودة في الخطوبة مش هتلاقيها، لان هي نيورو ترانسميتر. قيس على نفس النظام هرمونات السعادة زي اللي بتتاخد الادكشن، الادمان. لو واحد خد جرعة مثلا ترامادول او جرعة اي حاجة بقى اللي هي بتزود هرمونات السعادة دي، تلاقيه خدها، تمام، اللي حصل زادت هرمونات السعادة عنده. هي اي نعم للأسف وقتية، يعني بعد زوال مفعول المخدر ده يرجع تاني لطبيعته، ولكن بعد ما خدها حس بإيموشن
تمام. ولكن بعديه المخدر ما بينتهي بيحصل ايه؟ بيحصل يرجع لوضعه الطبيعي، عشان انت لعبت على ايه؟ لعبت على الهرمونات دي. طب ايه اللي بيحصل في الادكشن؟ تلاقي الشخص لو بطل يتعاطى الحاجات دي بيدخل في ايه؟ الحاجات دي بتقل، فيدخل في حزن. ده غير ان المواد اصلا ليها اثار جانبيه كتيره جدا وهكذا. طيب برضو احنا ما فهمناش ليه ولا متخذات اقدام. اولا لان مش كل حب هيبدا بالزواج، أو سوري هينتهي بالزواج، دي حاجه. الحاجه التانيه لان احنا طبعنا كفيميل الاموشن عندنا هي اللي غالبه مش الكوجنيشن، بس طبعا مش كله. طيب وليكن لو في بنت صاحبه ولد، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي هرمونات السعاده، النورادرينالين والسيروتونين والدوبامين زادوا. طيب الشخص ده خلاص تعرفوا بقى يروحوا ويخرجوا مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ بقى في ثبات. طيب احنا عايزين نسخن الموضوع، عايزين هرمونات سعاده اكتر، عايزين جرعه سعاده اكتر، زي الشخص اللي بيجرب نوع من المخدر وعايز نوع اقوى، صح؟ عايز نوع يحسسه باول جرعه خدها، فتلاقيه ليه متطلبات تانية. ايه المتطلبات التانية؟ لمس ايدين وهكذا. كل مرة الموضوع بيتجرع عشان تزود الايه؟ الاحساس بالسعادة اكتر. فطول ما انت ماشي ورا الاموشن هتعمل بيهيفير، سلوك غير اخلاقي، هتعمل سلوك ما يطوعكش، هتعمل سلوك ما المفروض لو انت فكرت هتلغيه. لكن للاسف احنا غالبيتنا بدل دخلت الاموشن في الموضوع بيكون ليها الاغلبيه ان هي اللي تكسب، بيكون ليها الاحقيه بان هي اللي تعمل البيهيفير مش الكوجنيشن. لكن لو انت حطيت ثوابت، لو انت ستوب، عملت ستوب ووقفت وجيت عند الكوجنيشن الادراك وجيت عند الاموشن قلت كده انف، كفايه، مش هعمل كده، ده غلط لان انت فكرت، صح؟ فانت عطيت الحكم لمين؟ خليت مين يكون عندك الدومين الاساسي اللي بيتحكم الكوجنيشن الادراك، بناء عليه هتعمل بيهيفير يناسبك، يناسب اخلاقك، يناسب دينك، يناسب التربيه والمجتمع اللي احنا فيه. ولكن مين هيقدر يمشي الكوجنيشن